هاد الوصفه لازم تسجلوها عندكم لرمضان، مملحه بزاف، سهله بزاف، بنينه، مكونات بسيطه جدا. ننصحكم تجربوا هاد الوصفه وتبارطاجوها مع اصحابكم. اول حاجه نحضروا العجينه. في اناء نحطوا كاس حليب دافي، مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه كبيره السكر، نخلطوهم جيدا، وبعد راح نضيف عليهم ربع كاس تاع زيت. بعد ما نخلطوا المكونات جيدا راح نجمعوا هاد العجينه بالفرينه. راح نضيف 2 كؤوس تاع فرينه، ونضيف مغرفه صغيره تاع ملح، نعجنها، والكاس الثالث نضيفها تدريجيا حتى نتحصلوا على هاد العجينه. نخلوها في جهه تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها، ونحضروا مع بعض الحشو. راح نحتاجوا حبه بصل، نضيفوا له لحم مفروم بعد ما يتقلى، ونضيفوا ايضا التوابل اللي هما ملح، فلفل اسود، فلفل حمراء، وتوابل اللحم. نقلوهم مليح، وراح نضيفوا حبه تاع بطاطا مهروسه، تقدروا انكم تضيفوا كميه اكثر. في الاخير شويه تاع كورنيشون ولا زيتون خضر، شويه تاع معدنوس، والحشو تاعنا راه واجد. بعد ما العجينه تاعنا تخمر راح نقسموها الى كريات، ونفتحوها باستعمال الحلال على شكل مستطيل اللي يكون بزاف رقيق. وكل ما تفتحوا العجينه تاعكم رقيقه كل ما تتحصلوا على نتيجه افضل. بعد ما نكمل راح نحط الحشو اللي كنا درناه مع بعض. تقدروا انكم تستعملوا اي حشو نتوما تحبوه. ضفت له صوص الجيريان، شويه تاع فرماج، ونلون المملحه تاعنا بهذه الطريقه، ونحطوها في الصينيه. نكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه. كما شفتوا طريقه سهله جدا في متناول الجميع، فما تنساوش انكم تجربوا هذه الوصفه. بعد ما نكمل راح ندهنها بحبه تاع بيض، ومن بعد راح نقطعها بالسكين، ندير لها شويه تاع سانوج ولا جنجلان، وندخلها في الفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه حتى نحصلوا على هذه النتيجه. هذه الوصفه ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها.